ليه في سبلايز بتاعه الاطفال؟ انا ما عنديش اطفال الحمد لله، بس ليه السبلايز بتاعه الاطفال بقت كانه جهاز عروسه؟ يعني انا ما عنديش مانع وما بستغربش على الاوراق، الالوان، الفلاسك اللي كان اسمها زمزميه وكل الحاجات دي، بس انا بشوف حاجات اغرب. ليه نطلب مناديل حمام مش مناديل شخصيه؟ دي طول الارضيات وكل الحاجات اللي هي منظفات. اما انتوا بتنظفوا المدرسه بايه؟ يعني ايه الخدمات اللي انتوا بتقدموها للطفل مقابل ال 30 و 40 الف جنيه؟ المدارس بقت بارقام خياليه، وفي اكتر من كده، يعني في مدارس بتوصل لحد 150 الف جنيه كمان. مش المفروض تاخدوا الفلوس دي تحطوها خدمات للطفل؟ فانت بتاخد الفلوس دي تعمل بيها ايه؟ تدفع بيها مرتبات المدرسين؟ احنا نلم من بعض ونشوف المدرسين بياخدوا كام على جروب الماميز كده، نلم الفلوس ونديها للمدرسين بدل ما ندفع مصاريف مدرسه. ما احنا بندفع المصاريف دي لمين طيب؟ انتوا بتعملوا بيها ايه؟ المفروض كل ما المصاريف زادت كل ما الخدمات زادت. كل ما ادفع فلوس اكتر لابني في المدرسه كل ما الطفل يوصل له خدمات اكتر، رعايه اكتر، يوصل له ديتول اكتر، يوصل له مناديل اكتر. امال انا بدفع الفلوس ليه؟ انا مش عارفه، انا لسه ما خلفتش، بس انا مش عارفه يعني بعد 3 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين الله اعلم هخلف امتى وابني يدخل المدرسه، انا هعمل ايه؟ ادخله مدرسه حكومي وخلاص، ادخله ازهر، مفيش احسن من الازهر.